الا جيت وقلت لك باللي الكاريزما والجاذبيه ديالك ما عندهم حتى شي علاقه بالفلوس، حيت بزاف ديال الناس كتكون عندهم ديك الفكره ديال انني الا لبست ماركات اللي هما غاليين بزاف وشريت اكسسوارات اللي غاليين راه غادي نبان كاريزما وجذاب. ولكن الا جينا نشوفوا الحقيقه راه الاناقه ديالك والجاذبيه ديالك هما واحد الاسلوب وشخصيه وتفاصيل اللي هما صغارين واللي كيعطوك واحد القيمه كبيره قدام الناس. داكشي علاش في هذا الفيديو غادي نوريك كيفاش تولي الشخص اللي هو جذاب وانيق حتى لو ما كانوش عندك بزاف ديال الامكانيات. معكم ديفلوب بالدارجه ونبداو على بركه الله. الحسنه ديالك راه عندها واحد التاثير كبير في الشكل ديالك والاناقه ديالك، وانت راك عارف هادشي. نهار كتكون ما محسنش راه كتحس براسك ماشي هو هذاك وناقصك شي حاجه. داكشي علاش بغيتك تختار الحسنه اللي غادي تجي لك مع الوجه ديالك. وهذا الموضوع راه فايت ليا درت عليه فيديو، الا بغيتي تفرج فيه راه هو هذا. ولكن غادي نعطيك هاد الصوره اللي كتبين كل شكل ديال الوجه والحسنه اللي كتجي معاه. والا بغيتي انت تسرعها كاع شوف راسك في المرايه واش الوجه ديالك دائري ولا مثلث ولا مربع، وسير قلب على انواع التحاس اللي كيجيو مع داك الشكل ديال الوجه واختار شي تحسينه منهم. وثق بيا نهار تولي كتناسق التحسينه مع الشكل ديال وجهك راه غادي تبدل الشكل ديال وجهك 180 درجه. الستيل ديالك هو اللي كيخلي الناس يردوا لك البال من اول نظره، وفاش كتكون مختار شي ستيل اللي هو ناضي حتى الثقه ديالك براسك كتزاد. وبغيت نعطيك واحد النصيحه، بعد من هذوك الستايلات اللي كيكونوا ترند حيت يقدر ما يجوش معاك وتضيع فيهم الفلوس. غادي تسولني كيفاش نختار الستيل اللي غادي يجي معايا؟ راه ساهله، ديما سير على حساب الجسم ديالك. مثلا الا كنتي ضعيف بزاف لبس الاوفر سايز باش يبينك مزيان، والا كانت عندك شي فورمه اللي ناضيه لبس حوايج اللي كيبينوا هذيك الفورمه. تخيل معايا فاش كيكون عندك جسم اللي هو متناسق اي حاجه لبستيها راه كتجي معاك ناضيه. يعني ضروري تدخل تريني على راسك. الا كانوا عندك الفلوس دخل لاصال اللي هو قريب ليك، والا ما كانوش عندك راه تقدر دير الكاليستينيس حتى هو. وما تعمرش راسك بدوك الافكار ديال صافي حيت ما عنديش الفلوس راه ما غاديش نتريني. لا، تريني واخا ما يكون عندك والو، راه صحتك والاناقه ديالك هي الاولى. وثق بيا لو ضبطتي على هاد لونطريمون وشويه ديال الصبر راه غادي توصل لذاك الجسم المتناسق وتولي اي حاجه لبستيها راه كتجي معاك. وحتى الثقه ديالك براسك غادي تزاد بزاف. من بين الحوايج اللي كيطيحوا فيهم بزاف ديال الناس هو انهم ما كيعرفوش يناسقوا بين الالوان. الاناقه راه ماشي في الكثره ولكن في التناسق. حاول دير الوان اللي هي محايده بحال الابيض ولا الكحل ولا الرمادي، ويكونوا مع شي لون اللي هو بارز بحال الزرق ولا الخضر مثلا. عرفتي من نهار تولي تناسق الالوان غتولي تبان بحال شي واحد اللي شاري شي حوايج اللي هما غاليين وانت راك غير لعبها دماغ. شريتي حاجه على قد جيبك ونسقتي الالوان وراك كتبان الطو. وبهذه الطريقه غادي تبان ديما منظم ومرتب بلا صداع الراس. وخلاصة القول خاصنا نعرفوا ان الاناقه راه ماشي مرتبطه ديما بالفلوس، ولكن مرتبطه بكيفاش كتبين راسك. ستايل اللي تيكون مناسبك، الشعر اللي هو مرتب وجسم متناسق، والوان اللي هي منسجمه. وبطبيعه الحال ما تنساش الثقه براسك. هادو هما المفاتيح الحقيقيه باش تبان انيق حتى ولو الحاله الماديه ديالك ضعيفه. وما تنسوش تكتبوا لي في التعليق شنو هي النقطه اللي كتبان لكم مهمه باش يبان الواحد انيق. وهنا غادي يكون الفيديو ديالنا سالا. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. راك تما.